اهلا وسهلا بيكم في ايه ده، انت بتصور ايه يا ابني؟ اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. النهارده زي في التعليقات اللي كانت في اليوتيوب كنا عايزين نعمل حلقه عن المنشيه. فاحنا طبعا دلوقتي في المنشيه، احنا مش عارفين هنروح فين ولا هنيجي منين. احنا في الغالب هنفتح جوجل مابس ونشوف اكتر المطاعم اللي عليها تقييم او الحاجات اللي هنلاقيها في السكه يعني. فهنشوف برضو في فيديوهات كانت على التيك توك كانت بتتكلم على حاجات عن الاكل وكده، فاحنا ممكن نتفرج عليها برضو ونشوف ايه اللي هناكله وايه اللي هنجربه. فاحنا في الغالب يعني اول حاجه شفناها كان البان وادي النيل، فدوت اللي هنفطر بيه. قلنا بلاش نفطر على عربيه فول والمحلات بتاعت الفول وكده عشان في قدامنا حاجات كتير عايزين نجربها، فاحنا خلينا نخرج بره التقليدي شويه. فاحنا اول حاجه دلوقتي هنروح عليها اللي هو البان وادي النيل، لسه مش عارفين هو فين، فاحنا لسه هندور عليه. فاول ما نجيلكم يلا بينا. إيه اول ما نجيلكم، فاول ما نروح له نبقى نرجع له تاني. يلا بينا. بدأنا بألبان وادي النيل. جبنا لنا حاجة بسيطة كده نفطر بيها في أول اليوم، سندوتش جبنة تركي رز بلبن بالعسل. هو حاجة كده على القديم منه يعني، سندوتش فينو عادي، جبنة تركي عادي أكننا احنا بنعملها في البيت عادي جدا، حتى معلاش أي حاجة جديدة يعني. بس بداية حلوة لليوم. هو حاجة في البسيط منه. هو عامة المحل دوت قديم، أنا بحاول أدور على أي حاجة مثلا مكتوب عليها بالتاريخ، تقريبا 1949 مكان شكله في القديم منه. طبعا احنا عشان في المنشأة هتلاقي كل حاجة تقريبا اوثنتيك، حاجات اللي هي تحسسك انك رجعت مصر القديمة مثلا. تاني حاجة بقى الرز بلبن بالعسل. تمام ماشي شغال. نخلص بقى الحاجات ديت ونخش على المطعم اللي بعده. يلا بينا. دلوقتي رايحين قهوة علي الهندي، ايه قهوة خبيني. طبعا عشان كلنا هنتوه دلوقتي فاحنا بنخش في الزقاق اللي جاي ده بس كده. جبنا بقى من نبار المنشية، هو اسمه جزارة نبار عشان ما حدش يتوه يعني. هي في السوق بتاع المنشية جوه خالص، بيعمل لك حواوشي غالبا عامل له 35 جنيه. حاجة في اللي هو ايه الحواوشي القديم منه، اللي هو بيتحط لك في ورق والكلام ده. شكله صغير شوية لكن الحشوة بتاعته تحسها ان هي كتير، لا كتير قوي على 35. حاسه بصل يعني هو برضه عشان ب 35 فانت ما تتوقعش ان هو هيبقى مليهولك لحمه، هتلاقي اكيد اللحمه مخلوطه بحاجات تانية يعني. حلو اللي هو لسه سخن وطلعه على طول، هو تقريبا بيسيبه عنده في الفرن. انت لو بصيت كده يعني الحشوه كتير قوي. شغال. يلا بسم الله. لا يا عم حلو يا عم، اوكي في بصل كتير لكن طعم اللحمه باين، واصلا بص سمكها قد ايه، فلحد ما لطيف بالنسبه ل 35 جنيه يعني. لا حلو يعني مش وحش. عامة نبار المنشية دوت لقيناه من فيديو لواحد على التيك توك اسمه عمرو مايسترو تقريبا، فاخدنا منه الفكرة ديت اكمننا يعني بنلف في المنشية وكده. فاحنا دلوقتي في قهوة علي الهندي، نشرب لنا بقى كوبايتين شاي كده ونروق على نفسنا ونروح للوجهة اللي بعديها. يلا بينا. جينا المكان تالت، مش عارف تالت ولا رابع ولا ايه، ما علينا. المهم اللي هو ايه شعبان بتاع السمك. هو معروف في اسكندريه بقاله كتير، اللي هو ده شعبان بتاع السمك، حتى السلوجان بتاعه كده من زمان. هو موجود تقريبا مش في قلب المنشيه قوي، هو جنب الغرفه التجاريه ولا مش عارف اسمها ايه، جنب المبنى الكبير الازرق دوت، مش عارف برضو اسمه ايه. عامه هو المحل دوت هو معروف من الناس الكبيره اللي بتعمل السمك في اسكندريه، فاحنا قلنا بما ان احنا في المنشيه فاحنا نجربه بالمره. هو غالبا احنا طلبنا الاكل ولسه هو نزل لنا السلطات ولسه بيسوي الاكل. المفروض انت بتروح تختار السمك اللي انت عايزه، بتعرف اسعاره وكده،
تشوف انت هتاخد ايه بالاحجام وكده، بعد كده تقعد وهو يجهزه لك وينزله لك. فبس فاحنا دلوقتي لسه مستنيين الاكل يجي، فلحد ما يجي بقى ايه يلا بينا. نزلنا كده بالسمك. احنا جبنا سمكه بوري مشويه وربع جمبري وربع سبيط. هو السبيط لسه ما نزلش معانا، فلسه يعني ايه هنشوف بقى الاكل دوت بيقول ايه. هو عامه الاكل طول شويه حبتين كده، يعني انا مش عارف هي ديت المده الطبيعيه بتاعته ولا ايه بالظبط يعني، بس ما علينا. احنا جايين نجرب، احنا مش جايين نعلق على حد. وانا بقى مش عارف بقى هنفصص الحاجات ديت ازاي يعني. شكرا. كرم الضيافه هنا عندهم عالي قوي يعني، خايف بقى من الضيافه الكتير ديت في الاخر هترسى على ايه، فاهم؟ اللي هو بقى ايه ينزل لك شوربه وينزل لك رز وحوارات وبتاع، في الاخر يقول لك 700 جنيه بقى ايه سيرفيس. وعامه الاوردر دوت كله عامل له تقريبا 340 حاجه في الرينج ده من غير الرز. مش عارف الرز بقى بكام ولا الشوربه بكام، ممكن الشوربه تكون ضيافه بس احنا مزودين الرز دوت. انا مش عارف الصراحه هنفصص البتاع ديت ازاي، وهي لسه اصلا سخنه، فانا خايف امد ايدي فيها. صح انت صح، يعني هي اتفصصت لوحدها اصلا. يلا بينا بسم الله. ايه يا عم حلوه حلو، بس تحس الحاجات تقريبا في ناس بتتخانق جنبينا، بس مش عارف في ايه. قعدنا في مكان تقريبا مش احسن حاجه، بس انا حاسس ان الاكل هنا لطيف. هو طعمه غريب سيكا شويه، مش اللي احنا متعودين عليه كسلطه الطحينه مثلا. انا ما دقتش البابا غنوج ده. هو بقى انت عارف انت لو كنت لا هي لو مثلا ايه لا هو حاجات هنا كلها طعمها غريب. دي طعمها سلطه اكتر من بابا غنوج، دي طعمها اكنها لا عادي. طعمها من سلطه الطحينه قوي، مزودين فيها الشبت قوي. مش عارف هو المفروض بيتحط فيها شبت اصلا. الشوربه اللي احنا هنتدبس فيها في الغالب 3 ولا 2 خليك كل يوم بتحضر حلو، والسكره دي كل يوم بتكسر. وفي ايه، هو مفيش حاجه هنا طعمها طعمها عادي خالص. دي تحس ان هي ايه مش عارف، شوربه عدس قوي. شكرا. وصل ربع السبيط، تحس ان هو مش ربع سبيط خالص، تحس انه تمن سبيط اصلا. ماشي قشطه شغال. خلينا نخش لنا في السبيط. فيري بيزك وناقصه شويه ملح. حاسس ان الاكل هنا تقريبا اغلبه كله محتاج شويه ملح. خلينا نحاول نفصص البتاع ديت بقى من غير ما نبوظ ايدينا. حته سلطه. يعني ممكن نقول ان دي الحاجه الوحيده الطبيعيه اللي انا اكلتها لحد دلوقتي، انما باقي الحاجات لحد ما طعمها غريب شويه، مش اللي احنا متعودين عليه يعني، فاهم؟ بس ما علينا، خلينا نخلص الاكله ديت ونخش على المطعم اللي بعده واللي احنا لسه مش عارفين ايه هو لسه. فيلا بينا. خلصنا كده الشعبان بتاع السمك. بصوا هو الاكل كله تقريبا محتاج ملح. الجمبري تحس اللي هو اكنه ما فيهوش اي فليفر. المشكله بقى مش في كده، المشكله في ان كل حاجه طعمها غريب. تحس ان السلطه طعمها غريب الجمبري طعمه زيت عربي يعني حاجه شبه كده وكل حاجه ناقصه ملح بقى، كل حاجه. بس لحد ما يعني ما مش اسوأ حاجه يعني، دقت حاجات اسوأ بكتير من كده. اسعاره اسوأ حاجه دوت. لا لحد ما يعني اسعاره، انا بتكلم عن نفسي. اسعاره لحد ما مش وحشه. دفعنا تقريبا 335. الناس لحد ما كانوا كويسين، ممكن عشان شافوا معايا الكاميرا وكده فشالوا لي السلطات والسيرفيس والحاجات ديت، فصفصفت على 335. او ممكن يقف عليك في الاخر ب 360 350 على نفس الحاجات اللي احنا طلبناها ديت. كميات كانتش تمام عشان احنا طالبين بالحجم يعني، فغالبا دوت الحجم بتاعه الطبيعي. فاحنا برضو لسه جعانين، فاحنا في الغالب هنشوف محل تاني. او في محل تقريبا انا فاكر واحنا صغيرين كنا بنروح محل اسمه الجمهوريه، كان في نص المنشيه كده، حاجه في القديم منه برضو، من الحاجات القديمه في المنشيه قوي. ممكن نروح نطلب لنا مثلا ربع فرخه مشويه، نص فرخه بتاع مع رز معمر، الحاجات اللي احنا كنا بناكلها زمان ديت. فخلينا نشوف. فتمام يلا بينا. هو احنا طلبنا كبده، واحنا كنا عايزين نقعد نطلب بقى رز معمر وفراخ وكده زي ما انا ما قلت لكم، بس حسيت اللي هي القعده هتطول والشمس بدات تروح مننا واليوم بدا يطول يعني.
واحنا لسه برضه عندنا حاجات في البلان عايزين نروحها، فقلنا يعني ناخدها على الطاير كده. لقيت الكبده عنده ب 12 جنيه فقلنا نجربها، لان احنا برضه لسه هنروح تقريبا لمحل تاني كبده اسمه كبده حلمي تقريبا، فخلينا ندوق. بسم الله. لطيفه بالنسبه ل 12 جنيه يعني. يلا بينا نروح على المطعم اللي بعده. دوت تقريبا كان ايه، فصل كده ما بين المطاعم. يلا بينا. المطعم اللي معانا اللي هو دلوقتي اولاد عبده، هو غالبا في العطارين، مش عارف دي تتحسب منشيه ولا لا، لكن يعني هي جنب المنشيه فتعتبر منشيه او منطقه من مناطق المنشيه، ما علينا. المهم جبنا طبعا اولاد عبده دوت كان معروف من زمان قوي، معروف اللي هو بيعمل سندوتشات حلو وحادق بقى والحاجات القديمه ديت، وبرده سندوتشات بقالي اكتر، بيعمل ميكسات غريبه كده برده. فاحنا جبنا من عنده واحد فياجرا حادق دوت تقريبا ميكس سي فود، وجبنا من عنده صدق بالخلطه ولحمه بالبصل. خلينا نبدا اول حاجه بس بالفياجرا الحادق دوت. الحلو اللي هو بيسخنهولك بعد ما بيعمله. خش على اللي بعده، ده تقريبا لحمه بالبصل. يعني هو لطيف، لكن الفياجرا عجبتني اكتر بصراحه. نخش على اخر سندوتش، صدق خلطه. ده جامد ده، بحس ان فيه بسطرمه بس انا ما جربتوش بسطرمه يعني، بس ده جامد الصراحه. الثلاثه جامدين يعني، ممكن تجربه عاده تاني يعني. فبس كده تقريبا فاضل لنا، ممكن نختم بمكان واحد اخير عشان خلاص يعني تعبنا ولفينا كتير قوي يعني. فبس يلا بينا على اخر مكان. نختم بقى بكبده ابو حلمي. هو برده من السندوتشات المعروفه جدا في اسكندريه، بينافس اولاد الفلاح، لان انا دايما بلاقي الناس اللي بتيجي اسكندريه كتير بتروح على اولاد الفلاح تنسى اصلا ان في حد اسمه ابو حلمي. تمام، هو مش نفس الكبر ومش نفس المساحه بتاعت اولاد الفلاح، لكن تقريبا نفس الكواليتي الى حد ما، مش قوي بس خلينا نجرب يعني عادي. هو انا عامه جبت رغيف واحد، هو مرهق سيكا شكله شبه ريحته بس خلينا نجرب يعني. نعصر كده ليمونه. يلا بينا، بسم الله. هو في طعم غريب، حاسس ان هو مشوي. هو طعمه مش احسن حاجه، لكن بالنسبه لسعره فهو كويس. هو بص يعني هو مش اوحش حاجه، لكن اللي اكلناه في الجمهوريه كان احسن بكتير كطعم كبده يعني. بتحس ان هو في حته كده يا محروقه يا مشويه، مش عارف، طعمه غريب شويه، في افتر تيست غريب كده. فبص كنهاية اليوم كانش أحسن حاجة زي الحلقة بتاعت محطة الرمل، لكن احنا لفينا وشوفنا حاجات كتيرة كانت أغلبها حلوة. مش عارف، أنا تعبت ومش قادر أكمل كلام، حاسس إن هيجيلي جفاف، مش شربناش مية من أول يوم. فبس خلينا نختم الحلقة، والحمد لله لحقنا الشمس مش زي المرة اللي فاتت. فبس ديت كانت نهاية حلقتنا النهاردة. ولو عندكم أماكن جديدة عايزين تجربوها ممكن تقولوا لي تحت في الكومنتات. احنا كده عملنا أو اللي هو الكومنت اللي كان بيقول لك عايزين نجرب المنشية، كده فاضل لنا الكومنت اللي بيقول عايزين نجرب العجمي. فاحنا ممكن في حلقه ثانيه قدام شويه ممكن نجرب العجمي زي ما اتفقنا. وبس ديت كانت نهايه حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد. واكتبوا تحت في الكومنتات برده ايه الحاجات التجارب الجديده اللي انتوا عايزين تجربوها والاماكن اللي انتوا عايزين تجربوها. وبس كده، يلا سلام.